السلام عليكم الزينات الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا كامل مهنيين وبصحه جيده. بما انه ما زلنا في سلسله اطباق رمضان او تحضيرات رمضان، اليوم جيتكم بهذه المعسله روعه روعه. راح تنسيكم في كامل المعسلات وحتى الزلابيه وقلب اللوز. تبعوا برك الفيديو من الاول للاخير، ما تصابيش وما تنساوليش هذاك الجام باش يلحق الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. يلا بينا على بركه الله، بسم الله. نبداو في الشربات نتاعنا. هنا عندنا 2 كيسان نتاع سكر وكاس نتاع ماء، واللي ما تحبش الحلاوه بزاف دير كاس ونص نتاع السكر وكاس نتاع الماء، وعندنا طرونش تاع السيترون باش الشربات نتاعنا ما تسكرناش. نحطوها طيب ربع ساعه ونطفيولها على نار متوسطه. والان نجوزو نحضروا العجينه نتاعنا اللي فيها 2 حبات نتاع البيض، يعني 2 حبات ولاد الدجاج، عندنا 2 مغارف تاع السكر، عندنا زز تاع حبه تاع الليمون. لازم يا البنات في هذه الوصفه الزز تاع الليمون لازم يكون حاضر، راح يعطيها واحد البنه يا البنات روعه روعه. يعني هذا المعسله واش نقولكم يا البنات، لازم تجربوها وتعرفوا واش راني نهضر. بزاف 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 هايله وتجي معسله حتى للقلب، تجي روعه روعه. نضربوا مليح مليح هذاك السكر مع البيض. من بعد عندنا نص كاس نتاع الزيت نضيفوه بالتدريج كيما راكم تشوفوا، وحنا نخلطوا بالفوي كيما راكم تشوفوا. العجينه نديروها غير بالفوي، ما نستحقوني باتور ني بيترا، يعني غير بالفوي وتجي روعه روعه وما شاء الله. والعجينه نتاعنا ما تريح ما والو. ليه نبداو نقليو فيها كيما راكم عارفين، كيما راكم تشوفوا المعسله نتاعنا نقليوها في الزيت، يعني بلا فرن، يعني هذه المعسله بلا فرن. كيما شفتوني يا الحباب عفوا، درت 2 مغارف نتاع الكاوكاو يكون محمص ومطحون يعني ومرحي، و2 مغارف تاع الجلجلان، وعندي نص كاس نتاع الحليب. من بعد نبدا نضيف الفرينه. يعني هذا المعسله اللي يعطيها القوش باب، يعني البنه بالزز تاع القارص والجلجلان والكاوكاو يا البنات، واحد البنه يعطوها واحد البنه. واش نحكي لكم واش نخلي لكم، يعني روعه روعه. جربوها يا البنات راح تعرفوا واش راني نهضر. يعني نضيف الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ماشي يابسه. هنا كيما راكم تشوفوا درت باكي ونص نتاع لا ليفور، وكنت نسيت في الاول ما درتش القرصه تاع الملح، ضفتها في الاخير. هنايا يا البنات انا خضرت لي هاد العجينه في الكيسان نتاع الفرينه. الوزن عفوا نتاع الكاس 200 ملي، يعني ديروا الفرينه عينكم ميزانكم. انا حبيت ندير لكم بالكيل هكا باش خيات المبتدئات يعني ما يغلطوش. وانتوما يا البنات ديروا عينكم ميزانكم حتى تحصلوا على العجينه. دوك نوريكم القوام تاعها، تكون شويه تلصق في اليد، ما تكونش يابسه يا البنات. دوك تشوفوا القوام نتاع العجينه. دوك نوريه لكم. نطم العجينه نتاعي مليح. شوفوا يا البنات هذا هو القوام تاع العجينه، تكون شويه تلصق في اليد، يعني نقدروا نطموها كما كنتم تشوفوا. ونقسم العجينه على 2 ونبدا مباشره نطبع في العجينه نتاعي. هنايا كنت درت المقله نتاعي تسخن، يعني درت الزيت نتاعي تسخن في المقله، ونبدا نحل ونطبع مباشره. نطبع اساور يعني بالطبع تاع لي تارت، يعني تاع لي صابلي. ونوجد الشربات اللي كنت طيبتها، نخليها تبرد، يعني نسبقوا في الشربات حتى تبرد باش نبداو نديرو في العجينه. هكا لازم تكون الشربات بارده والاساور يكونوا سخونين. مباشره نحطوهم في الشربات نتاعنا. نطبع بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. اذا ما كانش عندكم طابع كيما هذايا فيه ثقب، يعني تقدروا تثقبوا بالبوشون تاع الغازوز او قرعه تاع مسعيده. ليسونسيال تحصلوا على اساور كيما راكم تشوفوا.
تقدروا تبدلوا الشكل الى حبيتوا، بدلوا الشكل ما فيها بس، ديروا الشكل اللي حبيتوه. تقدروا ديروهم مستطيلات، مربعات، ليسونسيال ديروا نفس العجينه، الصح كامل في العجينه والشربات. هاد الاساور راح يجوا شويه مقرمشين ويجوا معسلين حتى للقلب، تحسي روحك كي تاكلي في زلابيه، تحسي روحك تاكلي على باليش بزاف بزاف بنينه يا البنات، احسن من الزلابيه بألف مره. وتجي نفس الحلاوه كما قلت لكم. اللي ما يحبش الحلاوه بزاف في الشربات نقصوا السكر، ديروا كاس ونص نتاع السكر. هنا راني نقلب فيها على الجهتين، هنايا راهم طابولي، يعني هذا هو اللون اللي حبيته يكون بيان دوغي. نحيهم من الزيت كما راكم تشوفون، نقطرهم في المقله كما راكم تشوفون، من بعد نحطهم في العسيله مباشره يعني في الشربات. من بعد نقلبهم كي يتشربوا لي من جهه نقلبهم على الجهه الاخرى باش يتشربوا لي مليح مليح. تبعوا الفيديو للاخير وراح نقسم معكم حبيبه وتشوفوها كيفاش جات معسله حتى للقلب. ما تنسونيش يا البنات بهذاك الجام، وشاركوا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم هكا باش تعم الفائده. ولا تشوفي قناتي لاول مره نقول لك اختي ما عليك الا بالاشتراك باش يلحقك كل جديد. ونشكر كذلك خياتي اللي راهم يجربوا الوصفات ويخلوا لي التعليقات المحفزه والايجابيه، كما نقول لكم دائما اللي تحفزوني دائما نزيد نقدم لكم المزيد والمزيد. نكمل طبع العجينه نتاعي ونكمل نقليها حتى نكمل كامل العجينه نتاعي. خياتي كما نعرفوا صبيعه العروسه هذو الوصفات المقليه اللي فيهم البيض دائما مع التالي يديروا لنا هذيك الرغوه. المهم تخلوهم يتقلاو، اكيد راح تولوا ما تشوفوهمش راحين يغرقوا في الرغاوي هذوك بعد المقله، يعني نحوهم فوق النار، من بعد اقلبوهم وعاودوا رجعوهم وعاودوا بعدهم على المقله ونحيوهم وديروهم في العسيله او في الشربات. يعني كنصيحه او تدبيره هكا باش تشوفوهم كيفاش طابوا. الا ما كنتوش تشوفوا فيهم اكيد راح ينحرقوا، يعني هذيك الرغوه تغطي لكم كامل حبيبات وما تشوفوهمش. هنا يا خياتي العزاز راني كملت الحبيبات تاع الحلوى نتاعي او المعسله نتاعي، قطرتهم في الكسكاس كيما شفتوني، ومن بعد حطيتهم في طبق التقديم وزينتهم بالبيستاش او بالفو بيستاش. المهم البنه والشكل اكيد العين تاكل قبل الفم. شوفوا التعسال كيفاش راهو حتى للقلب. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم، ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي رايكم. الان ما علي الا نقول لكم خليكم في امان الله وحفظه.